لو ما تعرفنيش فانا عبد المنعم ابراهيم، وفي القناه دي بتكلم عن ازاي نطور من نفسنا في المذاكره او اي حاجه مثلا، وازاي نبقى احسن نسخه من نفسنا. فلو مش مشترك في القناه اتاكد دلوقتي انك نازل مشترك في القناه عشان ما يفوتكش حاجات تانية كتير. زي ما قلت لك ان احنا نقسم الفيديو ده اجزاء. في اول جزء هيبقى المشكله الحقيقيه في رمضان. خليني اقول لك ان المشكله الحقيقيه مش في رمضان، المشكله ان احنا بنذاكر غلط، وغالبا انت بتعمل الثلاث حاجات دول. اول حاجه انك بتذاكر بعد الفطار مباشره، وده دمك بقى في بطنك مش في مخك. تاني حاجة ان احنا بنسهر لحد الفجر من غير اي نظام، وده كارثة. ان انت لازم في رمضان ان انت لازم تحط ليك نظام انك تذاكر عليه. تالت حاجة بقى ان انت لازم تبني لنفسك خطة واضحة، هتذاكر امتى، هتاكل امتى، هتاخد بريك امتى، ده لازم خطة واضحة. فكك يا عم الناس اللي بتقول لك جدول المذاكرة ده بيجيبش نتيجة، انت لو مشيت عليه هتجيب نتيجة. بس مفيش حاجة اسمها جدول مذاكرة ان انا يا عم من الساعة 3 للساعة 7 انا هبقى ذاكر عربي وهعمل التوميتو مش عارف ايه هاخد 5 دقايق راح. مفيش الكلام ده يا حبيبي. هنحط المشاكل وازاي نحلها. اول مشكله ان رمضان محتاج خطه واضحه، مش زي الايام العاديه. رمضان ده ليه ظروفه، ان انت بتكون صايم فانت مجهودك هيبقى صعب، يعني مجهودك هيبقى صعب وانت صايم وعندك دروس انت بتروحها بالعافيه. فاحنا تعالى نحط خطه واضحه وامشي معاها والورقه والقلم زي ما قلت لك. زي ما قلت لك ان احنا نقسم الفيديو بتاعنا ده لخمس اجزاء، فيلا بينا نخش على الجزء الثاني وهو افضل اوقات المذاكره في رمضان. وخلي بالك من الجزء ده لان ده يعتبر اهم جزء في الفيديو، افضل اوقات المذاكره في رمضان. فانت اكتب كل حاجه ورايا وركز كده، هركز. وافضل وقت هو بعد الفجر مباشره، ده افضل وقت بيكون فيه تركيز، مفيش موبايل، مفيش دوشه، مفيش ان انت قبل الفجر بيكون لسه في سحور ودوشه. الوقت ده بيكون ابوك لسه طالع من صلاه الفجر ودخل ينام، فانت البيت كله هادي. وصدقني حتى لو ذاكرت ساعه ولا ساعه ونص هيفرقوا معاك جدا، لان ده المعلومه ساعتها بتثبت، مش زي ما انت تفضل قاعد مذاكر 5 ساعات وفرحت. تاني افضل وقت هو قبل الفطار بساعه، معرفش ده اللي هو ازاي، بس الوقت ده المفروض يعني على الكلام العلمي ان الوقت ده بيبقى فيه هدوء، البيت كله ساكت. ده مش في مصر بس، هو ده ابحاث علميه يعمل لك ايه. فده الوقت بيبقى الدنيا كلها فيه هدوء، الدنيا ساكته، انت بيبقى جسمك خلاص، انت جسمك بيحفز ان انت هتفطر، فانت خلاص ما بتحسش بجوع ما بتحسش بعطش. فده تاني افضل وقت للمذاكره. وده ما تذاكرش، يعني ذاكر اللي هو حل واجب لكن ما تحفظش، هيبقى صعب. فحل واجب مراجعه كده. والكارثه الكبرى الناس بتعملها اللي هو يفطر ويشرب كوبايه الشاي ويقول لك يلا انا هذاكر، دي كارثه. احسن وقت انك تذاكر فيه بعد الفطار، بعد صلاة التراويح. صلي التراويح وتعالى ذاكر، ده الحل الصح. لكن انت بتعمله ده اسمه عك. وتالت جزء في الفيديو بتاعنا النهارده هو خطة مذاكرة هنمشي عليها. هقول لك نظام بسيط جدا، بس ده لو عملته هيفرق معاك. لو عملته بقى يعني انا والله عارف ان انا كل الكلام ده هيروح حضر، وانا ذات نفسي اصلا مش هعمل بيه، بس يعني ادينا بنحاول. بعد الفجر مادة صعبة زي ما قلت لك قبل الفطار بساعة، ده يعني على الكلام العلمي ان هو بيبقى هدوء. فده قبل الفطار هتذاكر حل مراجعة بسيطة. بعد التراويح زي ما قلت لك هيبقى مادة صعبة او فيديو شرح انت لدرس انت صعب عليه، يعني فيديو شرح، او انت عندك دروس بقى، انا مال اهلي بقى. بس الدروس بتبقى قبل الفطار، بتبقى ساعة واحدة اتنين كده يعني. وبس كده انت خلصت 3 جلسات مذاكرة، ولا تحس انك عليك ضغط ولا تحس انك مخنوق. اقسم بالله حاسس ان بكار اللي وراه ده هيسمع الكلام اكتر ما انت هتسمعه. رابع جزء ازاي تحافظ على طاقتك. معظم الشباب او البنات ما بيحافظوش على طاقتهم، بيخلصوها، فبالتالي عند العصر يحسوا انهم ميتين. فانا ده هقول لك طريقه حلوه تحافظ بقى على طاقتك في رمضان ده، يعني مش المذاكره بس، دي تنفعك كمان في حاجات تانية. اول حاجه هنعملها هنشرب ميه بين الفطار والسحور. ما تجيليش قبل السحور تشرب لي 3 لتر ميه وانت كده بقى اعتقادي بقى انا الجامد انا الجمل اللي مش هعطش تاني. تاني حاجه هنعمل ايه؟ هنقلل سكريات، لان السكريات بتمتص الميه من الجسم. يعني دي معلومه معرفش صح ولا لا يعني. وهننام مده محترمه من النوم، يعني من 6 ل 8 ساعات. واخر حاجه واللي انا سايبها للاخر انك نقفل الموبايل وقت ما نذاكر. ايوه نقفله خالص، لان ده اكبر عدو ما بيخلكش تذاكر. وبس ما تستعبطنيش وتقول لي لا يا عم الموبايل بيبقى جنبه ما اعملش بيه حاجه. انا مش بتاع بليل، انا برضو طالب زيك يعني، فاهم؟ دافنينه سوا. واخر جزء في الفيديو هو الجزء الخامس اللي هو الجزء التحفيزي. فاهم يعني بص الاجزاء خلصت بسرعه والله، وقت جميل يعني. بص اتعلم بس انت منه، والله بكار ده وبكار ده هيسمع الكلام اكتر منك. وبس هو ده الفيديو جميل. بص بيخلص بسرعه ازاي. تعالى بقول لك بقى اخر حاجه الجزء التحفيزي، وركز ده لان ده كلام مهم. كده كده انا وانت عارفين ان رمضان ده بيبقى فيه انتخه كتير، بيبقى فيه بقى بسبوسه وكنافه وقطايف والشغل ده. فاحنا لازم نتغلب عليه. رمضان مش شهر كسل. قوم يلا وذاكر وتعالى نكمل. هقول لك كمان معلومه تفيدك. فاهم ان رمضان بيبقى فيه روحانيات كتير، فاهم ان انت لازم تصلي وتنجح. فانت تخيل كده تخلص شهر رمضان وتقول انا صمت وعبدت ربنا وكمان اشتغلت على نفسي وما راكمتش دروس. فيعني نايس يعني، فاهم؟ جود.
وبس 5 جد شويه بقى. لو الفيديو ده فادك اعمل كومنت وقول لي الفيديو ده فادك في ايه وهتبدا تطبقه من امتى، واعمل لايك وما حد تستهون باللايك، لان الفيديو ده اللايك ده بيقول لي ان انا ازاي قدرت افيدك بالفيديو، ان الفيديو ده عجبك. ما انت لو عجبك وانت ما عملتش لايك يبقى هو ما عجبكش، فانا كده بقى بحبط بقى وشويه بقى بزعل. فيعني واحنا بقالنا كتير قوي ما وصلناش 1000، فيعني اشترك في القناه وقول لي لو عايز فيديو 30 حلقه 30 خطه مذاكره في رمضان، قول لي وانا اعملها لك يا عم. واحلى مسا عليك، فاشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك واعمل شير لصاحبك واعمل الجرس وترابيزات بلياردو دي. لا يا عم لا دي الحته دي كانت بهزر يا عم. وبس اشوفك الفيديو الجاي على خير وان شاء الله تكون طبقت. يلا قوم طبق يا عم من دلوقتي، خلاص الفيديو خلص. كان معاك عبد ابراهيم، سلام. وقول لي بقى ايه رايك بقى في الصوره المصغره الجديده. يلا.